السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كل سنة وانتم طيبين، ينعاد علينا وعليكم الأيام بخير يا رب. خلاص شهر رمضان خلاص في أواخر أيام شهر رمضان، في العشر الأواخر، وخلاص بدأ العد التنازلي. أكثروا من الدعاء والطاعة والتقرب إلى الله في هذه الأيام. وطبعا احيوا شعائر الإسلام وفرحوا ولادكم واعملوا الحاجات الحلوة بتاعة العيد، زي الكعك والبسكوت والبوتيفور والحاجات الحلوة دي. النهاردة بإذن الله كده هنعمل طريقة الكعك بسكر، أو الكعك بتاع العيد بالطريقة اللي كما يجب أن تكون. أولا كده هنعملها، بصوا هتكون الطريقة حلوة جدا طبعا علشان الجو برد، فالعجينة بتمسك معانا، لكن العجينة مظبوطة وزي الفل، والنكشة بتاعتها مظبوطة، نكشتها قبل السوا زي بعد السوا، مسحتش ولا اتغيرت ولا فرش معانا ولا شقق ولا اي حاجة خالص. اتبعوا معايا الطريقة بتاعتي هتعجبكم جدا. وبصوا انا عاملاها بمقاسات حلوة كده صغنونة، تاخديها كده يعني في قطمة واحدة، مش تعمليها كبيرة ومفرشحة، لأ. دي الطريقة بتاعتنا المظبوطة اللي انا واخداها من حماتي ومعتمداها ليا سنين السنين بعمل بيها. كيلو الدقيق بياخد نص كيلو سمنة. انا مثلا هعمل كيلو سمنة، فانا هحط 2 كيلو دقيق، المعيار ده ثابت معايا، بعمله علشان ادي منه للحبايب واقدم في ضيافة العيد. واحنا عندنا عادتنا ان كل اللي بيعمل حاجة كده من حاجات العيد بيدوق التاني. فانا هنا عاملة مقدار 2 كيلو من الدقيق، عليهم كيلو سمنة، عليهم حوالي كوباية كده من السمسم، وكمان حوالي معلقة كبيرة اهو من ريحة الكعك البودر. انا بحب احط ريحة الكعك البودر، بيبقى فيها محلب وبيبقى فيها حاجات كتير كده حلوة بتميز الكعك بتاعنا الاصلي، اللي احلى من احلى اي من كعك واحسن من بتاع الافران كمان. بنحط ريحة الكعك البودر. عندك جزء من ريحة الموز أو من الحاجات الحلوة دي، أو نقطتين من الفانيليا، حابة تزوديهم إضافة براحتك، مش حابة تزودي بيهم برضو براحتك. في كمان بيجي كده جزازة أو جزازتين كده ريحة الموز حلوة جدا كمان في الكعك، حلوة حلوة يعني. فهنا حطيت المحلب، او حطيت قصدي ريحة الكعك، وحط في 2 كيلو دقيق حطيت ريحة الكعك، وحطيت 3 معالق كبار او ربع معلقة كوباية من السكر المطحون، وحطيت السمسم، ونزلت بالسمنة المقدوحة. اساس السمنة المقدوحة يقعد معاك لغاية اخر وحداية من الكعك، لا طعمه بيغير ولا بيبقى تقيل خالص ولا الكلام ده كله. احنا معتمدين الطريقة دي لنا سنين وممتازة معانا خالص وحلوة جدا، جربوهم. دي طريقة أمهاتنا وجداتنا وطريقة الناس الكبيرة دي اللي كانوا بيعملوا زمان، مش بالكيلو، لا كانوا بيعملوا كمية كبيرة جدا جدا، وكانت ايه بيهدوا بيها. وكانت مثلا كل أم عندها بنات متجوزة، فكانت بتعمل ما شاء الله كمية مهولة، اللي كانوا بيقولوا عليها بالكيلة وبالقدح والكلام ده كله، مش بالكيلو زي حالتنا. انا حطيت السمنه على الرغم ان حطيتها بتغلي، بفضل اقلب اقلب. الجو برد بس لازم تتبس كويس جدا. انا الاول بقى اقلبها بالمعلقه كده لغايه يما ايه تهدى شويه، وبعد كده انزل فيها بس بايدي لغايه يما اتاكد ان كل السمنه اللي فيها اتغلفت بالدقيق خالص، شرب الدقيق كل السمنة اللي انا حطيتها. كيلو الدقيق على الكيلو السمنة على 2 كيلو من الدقيق، وعليهم نص كوباية من السكر المطحون، وعليهم كوباية كاملة من السمسم، وريحة الكعك، وكمان وريحة السمنة أو ريحة الموز. الحاجات دي أساسية في الكعك بسكر، أو كعك النواعم، أو كعك العيد، زي ما تسموه. كل الناس بتسميه بالمكان اللي هي معروفة به الاسم بتاعها. بص هفضل ابس كده. معايا هنا كوباية صغيرة من المية، دي كوباية، دي حوالي كوباية او مج من بتاع الشاي مية، وحطيت عليها معلقة من السكر، وهحط عليها معلقة من الخميرة الفورية. علشان ايه؟ السكر عشان ينشط الخميرة الفورية وتبدأ تشتغل معايا بسرعة. عايزة تعمليه بلبن براحتك، بس انا بعمله بمية.
تعمليه بلبن، تعمليه بمية، إيه اللي يريحك. وحطي عليه معلقة الخميرة على بال ما بس السمنة بالمكونات بتاعتي بالدقيق، واشربها كويس جدا. بصوا شوية كده انتوا هتبسي فيها تحسي ان هي خلاص كده عجينة ومش محتاجة سوائل ولا حاجة. لكن لأ، لو عملتها كده من غير السوائل هتبسي معاك وهتبقى ايه دايبة خالص، مش هتقدري تتحكمي فيها. بصوا اهي، بصوا كأنها محطوط عليها سوائل، بس هي لأ، محتاجة سوائل ومحتاجة الخميرة كمان عشان ترفعها. فانا هحط هنا حوالي مكعب من الخميره البيره. عندك خميره فوريه براحتك حطيها، عندك خميره بيره براحتك. انا عندي هنا كان خميره بيره، فدوبتها مع السكر كده في الميه. ما هتكملش حاجه 10 دقايق كده والاقيها اتفعلت واختمرت. هضيفها في العجينه وابدا اعجنها كويس. الكعك مش محتاج عجن، هو يا دوبك لف كده يتشرب كل السوائل وتبقى الدنيا تمام خالص. وتبداي تشكلي فيه، تشكليهم اول صاج او تاني صاج. الاتنين الاولانيين هما دول اللي لما تخلصي تشكيل تبدأي ترصيهم في الفرن، يهدى شوية كده على بال ما يرتفع حاجة بسيطة. بعد كده ترصيه في الفرن ياخد لون حلو كده ذهبي من فوق، يعني ذهبي خفيف كده من فوق واصفر من تحت. ويهدى خالص خالص. اوعي تحطي له سكر بودرة وهو سخن، هيتشرب السكر وهيبقى شكله مش حلو. استني عليه لما يبرد. وكمان الناس اللي بتحب تحط له كمية السكر مرة واحدة وتشيله، لا، شيليه كده من غير سكر. وكل ما تطلعي منه حبة او تطلعي منه شوية تقدمي له ضيوفك في ضيافة العيد، حط عليه السكر البودر. هيفضل معاكي لغاية اخر الكمية حلو وجميل جدا ومحافظ على شكله ومحافظ على شكل السكر عليه وشكله هو كمان. لان احنا مقاديرنا مظبوطة، لا الرسمة هتسيح ولا الشكل بتاعه هيتغير ولا حاجة خالص. وكمان بيبقى دايب دوب كده، بيبقى مش مستحمل تمسكيه كده، بيدوب دوب. بصوا الكعك بتاعنا زي الفل. حابة تحشيه عجمية، حابة تحشيه ملبن، حابة تحشيه براحتك. الحشوة اللي تحبيها. في ناس بتحط فيه كمان حبة فول كده سوداني فيه، عايزة تحطي بندق مكسرات، اللي تعجبك اللي يعجبك ويريحك حطهوله. انا المره دي ما حبيتش احط له لا ملبن ولا احط له اي حاجه خالص، اعمله ساده وكان طالع زي كده الفل. المكونات سريعا تاني، ما بين ايدينا وايديكم كيلو يا رب السمنة العالمين. بياخد 2 كيلو دقيق بياخد عليهم كيلو سمنه، نص كوبايه من السكر المطحون، آه ريحه الكعك، وكمان كوبايه من السمسم، ومعاكي ريحه جوز الهند، ريحه الموز. انا بحب جدا ريحه الموز. آه حابه تضيفي فانيليا براحتك. كمان ممكن بيديكي جزاز كمان اصلا ريحة السمنة البلدي برضو بيديها طعم رهيب جدا. بتاخدي تكوري كده على حسب الحجم اللي انت عايزاه وتشكليه بالمنجاش كده بالشكل اللي انت عايزاه. عايزة تعمليه شكل مطول، عايزة تعمليه شكل مدور، براحتك. انا عاملة كل الاشكال، بحب اعمل الشكل المطول ده جدا، يعني من سنين بحب اعمله. بعد ما يستوي تحطيه في كرتونة كده وتستفيه، وبعد كده ترشي عليه السكر. والشكل ده كان السنة اللي فاتت او طبعا مع اللمة لمي أولادك وشكلي براحتك الأشكال اللي تعجبك، واحتفظي بيها كده في كراتين. وأول ما تطلعي منها تحطي عليها السكر البودرة، حاولي تشيليها وتشيلي معاها أكياس السكر البودرة، بحيث لأول ما تطلعي منها ترشي السكر البودرة بيبقى شكلها حلو جدا. وزي ما قلت لكم ده شكل كان ضيافة عيد الفطر المبارك العيد اللي فات. حبيت أوريكم كده نبذة أو شكل كده النهائي بيبقى عامل ازاي. ويا كل سنة وانتم طيبين، ينعاد علينا وعليكم الأيام بخير يا رب. كل سنة وانتم طيبين وعيد فطر مبارك اللهم يا رب. بلغنا رمضان أعواما عديدة.